السلام عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله الفيديو راح افصل لكم هاي القطعة والموديل. هسه اراويكم اياه، بس قبل لا اراويكم الموديل خلنا اراويكم شنو اشتريت. شنو اشتريت اليوم. فقلت بما ان هنا قدامي ودا اشيلهن فخلي اراويكم اياه. اصلا اساسا البيانات بالكاميرا والله لا منتبهه. هذا لنا 12 بكرة. انا نيتي اروح اخذ بس النقص مال الالوان، بس هو قال ابو اللوازم 12 بكرة 7:30. فقلت اوكي ماشي، انا اخذ 12 بكرة على الابيض اصرف من عنده واجي استخدمه للاوفر، وهذا بسرعة يخلص ما اعرف ليش هذا اللون. وهاي الالوان قدامكم لنا 12 بكرة 7:30. كنت محتاجة لاستيك. هذا العريض، هذا ما اعرف ايش قد سعره صراحة، هذا احسبه ب1000، بس هذا اعتقد 1500. هذا هالشكل عرض. انا بالنسبة لي الصباعي مالتي يعني سالفة. المهم هذا هو، شوفوا هذا هالشي لاستيك، هذا حلو نوعيته، انا مستخدمتهن 1500 وهذا 1000. راح استخدم هاي القطعة، هاي الدانتيل. وهسه اراويكم الموديل كلش حلو. وهذا الفرو اسمه ذي البزون، انا لا احتاجه ولا اريده، بس هو قال هذا اخر ما تبقى وانطاني اياه عادي، يعني 2.5 تقريبا. اعتقد المتر مالته ب1000. كلش حلو يعني. هذا على الكابوس يتخلى، على الردن الاصلي، ونوعيته تجنن. عنده نوعية ثانية يصير مفتوح، مو مثل هذا ملفوف. هذا ملفوف ومخيط. اكيد ما مبين يعني لان اسود. شرحت لكم انا، هذا ملفوف ومخيط منه مكبوس شلون السفيفة. هذا يسمونه ذيل البزون، يتخلى كلش حلو، بيه شغل روعة، وماكو شي ما ينشغل يعني، اصله حلو. وهذا انه اعتقد يعني ما راح يعني اقدر اصور، بس بما ان هنا انا اشتريتهن. هذه قماش مدرسة صدرية، المتر مالته 6000 دينار، ماخذه مترتين. وهذا لين ابيض، اعتقد القطعة مالته 5. هذه قطعة. هذا انا بدي خيطت من البنت اختي، انا وعدتها المدرسة ساعة تقول وقت مدرسة صار الناس راح تمتحن. نص السنة انا الصراحة وعدتها انه صدرية وقميص اخيط لك. بطلت خياط وغلست. هي قاعدة تتابع القناة وشافتني انه جاي انزل. فاليوم اختي قالت لي تقول ماما خالتي قاعدة تنزل خياط وما سويت صدريتي وقميصي. فرحت نفسي اليوم سمعت فيه، رحت جبت لها هاي. شوفي حبيبتي، ان شاء الله هم اخيطهن الها، بس بعد مو موسم مدارس فما يسوى اصلا. خلي اراويكم الموديل. الموديل بشكل روعة. ما ادري انوار تحب الاشياء الكلاسيكية اكيد، يعني هاي قطعة بنتي انوار اللي متابع ومركز. فهذه هنا خرطة، هنا اكو خرطة. هو الموديل نيلي فما مبين. وهذا الردن، هذا دبل كلوش مسوينه، بس هم بيه كسرات منه. وهذا الدانتيل جبته إله. طبعا شلعت قلبي على ما حصلت الدانتيل، اقتنعت بيه وانا هم اقتنع يعني المشكلة. فهذا راح اقصه اخليه على هذا، وهذا يصير الكركشات. اعتقد واضح الشرح يعني. هذا بيه حاشية كامل فما يحتاج هذا. هم حاطين دانتيل اذا ملاحظين، هذا ما حصلته الدانتيل، فهذا بيه حاشية. يعني ان شاء الله احنا نطلع موديل تقريبي. احنا ما عندنا كوي بس يعني نضطر نقرب. الحفرة الصدر بيها لاستيك، ردن بيه كسرات، الخصر بيه كسرات، وهاي بنستين نازلات. الموديل بشكل روعة، واكيد راح يبين على هذا القطعة اكثر. ورويتكم اللوازم. طبعا هي هاي اللي اشتريتها لهاي القطعة اللي راويتكم اياها. مشتريات اللوازم كلش حلو عليها، بس ما اعرف ليش غيرت رأيها واختارت هذا الموديل. هي اختارت هذا الدانتيل على اساس انه انا اسوي لها عليه موديل، اراهم على هذا الدانتيل موديل. بعدين شافت هذا الموديل وكلش حبته وقالت لي ما سوي لي، فهذا راح ينشال. شوف لك قطعة بنت حلال خيطها لها، خيطها لها.
فنانة بالرسم. أعرف أرسم بس رسمت استعجال لأن التاب أحتاج أشغل فيه قرآن. الذي جعل لكم الأرض. أول شي راح أسوي، راح أشيل 45 سنتي، مو 60 مو 50. كل مرة نشيل نص متر للردن. راح أفصلها بالعرض مثل الفصائل الكشمير. انتو تحبون تفصلونها بالطول بعد هذا الشي راجع لكم. أنا بالنسبة إلي فصلتها بالعرض عادي. وأخذت 45 سنتيم. ليش؟ لأن أنا عندي كركش 20 سنتيم. عندي كركش 20 سنتيم إضافة على الطول، فراح أشيل 45 سنتيم. هو 40 سنتيم والكركش 20 يصير 60، بس 5 سنتيمات هي للخياطات، خياط من الأعلى وخياط الكركش بالكركش والكفة. هذه 45 سنتيم بالضبط راح أقصها وأشيلها. القطعة 2.5 متر قديفة. الموديل حيل بسيط وحاولت أختصر على قد ما أقدر، بس يعني أكو مراحل مهمة ما نقدر نختصرها. راح أطبقها 4 طبقات بالعدل قلت لكم بالعرض مثل فصائل الكشمير. نقص الحاشية أول شي. إذا أفصله بالعرض فالقديفة تنزل، فلذلك راح أنقص من طول الصدر 1.5 سنتيم، ومن الطول مالتها هم راح أنقص 2 سنتيمين، لأن القديفة إذا بالعرض تنزل يعني. نص عرض الكتف 20 سنتيم. حفرة الرقبة 9 سنتيم راح أخلي لاستيكة. نزلت 25 سنتيم وأخذت عليها 30 لأن عندي بنسات. هاي 30. طول الصدر راح أسوي 38 بدل 40، يعني سنتيمين نقصت، مو 1.5 سنتيم. سنتيمين من طول الصدر نقصت وسنتيمين من الطول، طلعت عليها مضبوطة فت. أخذت 28 سنتيم الخصر لأن قلت لكم راح أقص قصة وأخذ لها بنسات، يعني الموديل اللي شرحت لكم عليه بالتفصيل. هذه أطلع بيها قبل لأن هاي هنا أشركم إنها راح أطلع الدبل كلوش مالت الردن. هذا القياس يلبس 44 46. نقص بالطريقة الاعتيادية. الجهة المغلقة أفتحها. هنا عندي أنا الأعلى والأسفل نفس القياس، لذلك الأعلى أحدده حتى لا يصير عندي لونين. هذا الأعلى هو اللي يتخيط بالبدن، حتى من أجي أخيط أعرف إنه هو هذا الأعلى حتى لا يصير عندي لونين. ننطي عرض، ننطي زيادة للكتف. أنا بالنسبة لي سويت هاي هنا نزلت 15 سنتيم تقريبا أو 12، يعني راح أخلي لاستيكة. إذا قياس نسائي انطوا زيادات حتى من تحطون اللاستيك تطلع الخرطة مبينة، بس أنا ما ردتها دلعة نهائيا وهي ما ردتها دلعة. هذا الظهر نزلت 7 سنتيم قصة مربعة. راح الموديل شفتوا انتوا قصة مربعة وبلاستيك. هاي 7 سنتيم للظهر. المفروض القياس أكبر أسويه بس راح يصير دلعة. شفتوا الموديل اللي لابسته إن هي دلعة، أنا ما أريد دلعة. تردون نفس الموديل بالضبط، تنطون زيادة للكتف 2 سنتيم وكبروا الدلعة ل10 سنتيم عرضها. هاي 9 سنتيم وأنزل بيها للأسفل. أقص منها 10 سنتيم اللي راح يصير بيه خرطة. هذه هسه بالأسفل راح أقص أعرض منها بسنتيم حتى من أرجعها أخيطها تطلع مضبوطة. وهذه اللي قصيتها 10 سنتيم أقص مسطرة أطول من عندها حتى أسويها خرطة. هذه راح أقصها دبل كلوش للردان.
هنا طلع عندي 27 سنتيم تقريبا. وهذه هنا انا سويتها 15 سنتيم، بس بعدين راح انقصها لان اريد الكركش اكثر يطلع، واردنها مصير بيها كسرات، لان انا قلت لكم هو دبل كلوش وبيه كسرات الردن، يعني هم مسوينها قاصينها دبل كلوش وهمين ضايفين عليها كسرات. بس هم الغديفة مالت الموديل اللي لابستها انعم من هذه غديفة جلد الارنب، ما اعرف والله ما اعرف شنو اسمها، تصير سميكة. هذا هسه اللي قصيتها من صدر راح انطيهن زيادات. هذه قلت لكم اقص، طبعا قاعدة بغرفة الخياطة والشارع يمي لذلك الاصوات. راح انطي سنتيم من العرض وانطيها زيادة حسب الخرطة اللي تردونها انتو. انا تقريبا انطيتها كف 5 أصابع. ما يجون يمي ويسوون اصوات ويخربطوني ولا يرتاحون. هسه اعتقد احنا وصلنا قصينا اعرض مسطرة اللي يسوي بها خرطة. اشوف الاصوات يا الله والله ماني قايمة. يوميا المنطقة ما بيها صوت. هذه هسه راح افصل الردانات. نزل 26 سنتيم لان اسوي بيها كسرات على الكتف. اكبر حفرة الردن منها سويتها 15 سنتيم. هي 10 سنتيم كافي من الاسفل، يعني مو حلوة تصير عريضة. انا بعدين اخذتها بالخياطة. خلص الفصل. بعد بس هذه اللي قصيناها راح اقص اعرض من عندها بسنتيم حتى بنرجعها ما تنقص عندي القياس. خلص عندي هسه كل شي. هذا راح اقصه الحاشية واكمله من نفس القماش لان راح يصير عندي ضعيف، راح احتاج اعرض. هاي اللي قصيناها اعرض بسنتيم. هذه من اخيطها من الاسفل انزل بيها 3 سنتيم البنسة زيادة اللي انطيتها. وهذه من الاعلى نسويها خرطة. انا خليت علامات حتى تعرفوا انه من هاي الجهة نخيط. طبعا خرب صوتي لان اختنقت. هذا الهيتر اول مرة نشغله وطلع غاز مع انه على الكهرباء. هاجي اقول لكم ان انا 3 سنتيم. الجهة الثانية بنفس الطريقة. هاي الجانب مال الفستان بدل الاعلى ما عفوا ما رفعته سنتيم ونص. هذه راح اسوي بيها كسرات. انا هذا من خيطتها من الاعلى تركت سنتيم حتى اخيط بيها. هذه ما خيطت للنهاية كلش حتى اخيط بيها هذه القطعة اللي سويتها كسرات. هسه اخيط الاكتاف واخلي لها لاستيك. انا للامانه الفيديو دا صار 20 دقيقه والله ما عندي خلق اسجل له صوت. البدن الاعلى من الظهر هم سويت له بنسة عرضها
سنتيم ونص وهي مطبوقة. أخيط الأكتاف. أنا هسه راح أسوي أوفر داير ما داير حافة الرقبة. أول شي أخيط اللاستيك مات هذا المسطرة اللي خليت بيها من الأسفل كسرات، هذه أول شي أخيط اللاستيك مالتها لوحد. أثبته من الطرف، ومن أخيط ما أخيط عليه حتى أسحبه حسب القياس اللي أريده. جاي أخيط على الطرف، ما جاي أوصل اللاستيك. أقدر ايش قد اريد اللاستيكة وأخيط الجهة الثانية وأقص الزايد. هذا شكلها. طبعا هي لبستها وكلش روعة عليها وكلش عجبتها وفرحت بيها باللبس، مرتبة وحلوة. هسه أكمل باقي حفرة الرقبة، هم أثبت اللاستيك نفس الطريقة، ومن أخيط ما أخيط اللاستيك، أخيط على الطرف. هاي الهوسة كيف طلعت من البراد. هم أسحب اللاستيك حسب القياس اللي أنا أريده. أنا أسحبها لأن ما يتدلع. خلاص عندي ما بيه لا دانتيل ولا شي، مجرد بردان بس. هسه راح أخيط الكركش. هاي راح أخذ أكفه سنتيم تقريبا. هذا الدانتيل قصقصت الزيادات كلها التور، خليتها شكل صافي أحلى يعني. تقدرون بالكاوية مالت اللحيم مالت الصولدر يعني تسوونها، يعني أنا قلت ما يسوى، بالمقص سويتها. هسه هاي قلت لكم راح أكمله لأن الدانتيل حصلتها ضعيف، نتصرف وندبر أمرنا. خيطته. هسه راح أسوي
هو الموديل اللي جاي انفذ عليه شيفون بطوبات وحاطين له دانتيل ابيض حاشية على الشيفون وعلى القديفة. انا ما حصلته، اشتغلت بهاي الطريقة. هذه هسه انا اردنها اضعف بعد، لان شفتوا قستها ارد الدانتيل بعد يطلع اكثر، فراح انقصها صبعين. وهم تكبر عندي انا اردن بيها كسرات. هادشي مضبوط عندي القياس. هاي اخليها بهاي الطريقة وعلى الردان، وابدي اخيط واسوي كسرات بالدبل كلوش، قصيتها مثل دبل كلوش مالت الردن، هذه اسوي بيها كسرات، اوزعهن بالتساوي. القص الزايد اللي انا سويته مو نصين، جزء واحد. هذا اخذه مترين، والدانتيل يمكن ما ذكرت لكم سعره، هذا سعره 1000 دينار اللي جاي اشتغل بيه هسه. هاي شوفوا قلت لكم العلامة حتى لا يصير عندنا لونين، وراح نبدي نخيطها نكسرها على البدن. انا مصرة اكمل المونتاج، واختنقت من الهيتر ودخت وقلت اكمل. هسه الباب جرس ندق، فبإذن الله الحق اكمل. ورسائل جاي تجيني والله ما طلع فيديو. بعد الباقي كله بالطريقة الاعتيادية، نركب الردن ونسوي له كسرات من العفو. وهذا شكل النهائي. هاي هنا بيها فيونكة كي شفتوها انتو. راح اختم الفيديو شوفيها واجا. اذا عجبكم لايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم، والتقيكم بتعليم جديد ان شاء الله تعالى. مع السلامة.